ليه تحارب في سوق مليان دم لما ممكن تخلق محيط أزرق وتبقى لوحدك فيه؟ أغلب الشركات بتركز إزاي تكسب في سوق مليان منافسة، أسعار بتتحرق وعروض بتتكرر وكله بياكل في بعض. ده اسمه الريد أوشن، المحيط الأحمر، كله صراع وقروش بتاكل في بعض. بس في طريقة تانية أذكى وأهدى وأكثر ربحية، اسمها البلو أوشن استراتيجي، استراتيجية المحيط الأزرق. يعني إيه؟ بدل ما تدخل سوق زحمة ومليان منافسة، اخلق سوق جديد لنفسك مفيش فيه منافسة، تقدم قيمة مختلفة لفئة مستهدفة جديدة بشكل محدش فكر فيه قبل كده. يعني مثلا بدل ما تبيع منتج أرخص، قدم تجربة أحسن. بدل ما تنافس في نفس الفئة، اصنع فئة جديدة. بدل ما تقلد غيرك، اسأل العميل هو محتاج إيه ووفره له. طب إيه خطواتك للمحيط الأزرق؟ اعرف اللي كل المنافسين بيعملوه وشوف إيه الحاجات اللي مش بيعملوها. اسأل نفسك إزاي أخلق قيمة جديدة مختلفة. ركز على الابتكار في القيمة مش في الخصم. استخدم شريحة مش مخدومة قوي. طب ليه تختار البلو اوشن؟ لأن المنافسة فيه تقريبا صفر، التسعير في إيدك، والعملاء بيشوفوك كأنك الوحيد في السوق. لو لقيت نفسك بتحارب في كل إعلان وفي كل منتج بتبيعه، يمكن ده وقت تفكر تخلق محيط جديد، مش تدخل في معركة في سوق مليان شاركس. وأخيرا ما تنساش تتابعني علشان تشوف كل جديد.